لو انت طبيب وعندك عيادتك الخاصة او حتى لسه ما عندكش، كمل الفيديو ده معايا. دلوقتي التسويق اهم شيء ليك كطبيب، سواء عندك عيادة او لسه ما عندكش. النهاردة هنعرف اكتر عن التسويق الطبي وليه لازم انت كطبيب تهتم بيه جدا جدا. خلونا نتفق ان دلوقتي الشهرة والسمعة الطيبة هي اللي بتخلي اي حد يشتغل وشغله يكبر ويزيد، وده مش هيحصل من غير تسويق. لو انت طبيب شاطر وعلمك فعلا مميز ولكن محدش يعرفك، يبقى علمك هيوصل ازاي للناس وشطارتك هتفيدهم ازاي؟ فلو مثلا دورت في منطقتك على اطباء الاطفال، هتلاقي 100 دكتور، ولكن اللي معروف منهم 10، والمميز فيهم واللي شغال بشكل كبير جدا هتلاقيهم 3 بس من ال10. يبقى عشان كده تسويقك لعيادتك وتسويقك لنفسك مهم جدا. للأسف بنقابل دكاترة كتير معتقدين إن التسويق ده زي ما بيقولوا قلة قيمة، أو حاجة مش ضرورية، أو حاجة لا تليق بالطب والأطباء. طبعا مع الاحترام ليهم والاحترام لآرائهم، ولكن أنا بختلف معاهم جملة وتفصيلا. لأن أي وظيفة أو أي شغل في الدنيا بيبقى فيه كويس وبيبقى فيه الوحش، والتسويق أنت بتحدده بنفسك. أنت اللي قادر تحدد تسويقك هيبقى عامل إزاي. هل التسويق بتاعك هيبقى فعلا بيفيد الناس وفعلا بيعلمهم حاجات عن تخصصك، ولا ممكن يكون زي ما حضرتك بتقول مبتذل ولا يليق بمكانة الطب والأطباء؟ لا يعيب في شيء إن حضرتك عايز تكبر من شغلك، لا يعيب في شيء ان حضرتك عايز تظهر للناس. هي الفكرة انت بتظهر لهم ازاي؟ بتظهر لهم عن طريق ريلز او فيديوهات بتطلع تعمل محتوى عن التخصص بتاعك بشكل محترم وهادف، ولا زي ما في للأسف ناس ممكن تستخدم الكلام ده بشكل وحش؟ لو هنتكلم بيزنس وايز، حضرتك لو فاتح عيادة او فاتح مركز، طبيعي بيكون ليه مصاريف ثابتة شهرية، حضرتك مطالب ان انت تدفعها بشكل شهري ثابت، سواء ايجار سواء مرتبات سواء مصروفات ثابته لاجهزه حضرتك جايبها للعياده علشان العملاء بتوعك وخلافه. وللاسف دكاتره كتير بتقع في حته ان هو بيكتفي بالعملاء اللي معاه، هو بيشتغل على الورد اوف ماوث، ودي حاجه عظيمه جدا وحاجه قويه جدا. وفعلا بنلاقي دكاتره كتير بيكون معاهم مرضى او عملاء لسنين طويله، ممكن حتى بيبقى اولادهم من بعدهم بيكملوا معاه. ولكن ده حاليا في الوقت اللي احنا فيه حضرتك ما تقدرش تعتمد عليه اعتماد كبير. ليه؟ لان ببساطه لو حضرتك ظهر لك منافس قوي ممكن يكون بنفس خبرة أو علم حضرتك، ولكن هو اهتم بالتسويق حاجة بسيطة عنك، هيفرق مع الناس. طبعا أي حد بيروح لطبيب طبعا بيهمه إن هو يكون علمه كويس وخبرته كويسة ويكون طبيب شاطر يقدر يعالجه، ولكن برضو الناس بتهتم بالخدمات، بتهتم بالأسعار. أي حد لما بيروح عيادة بيسأل في عيادة واتنين وتلاتة، بيسأل الأسعار إيه، بيسأل السعر الكشف كام، بيسأل الدكتور خبرته ايه، طب هل هو يقدر يعالج المرض اللي عندي ولا لا، هل خبرته فيه كبيرة ولا لا. فلو ظهر لك منافس بالمواصفات دي، الاحتمال الأكبر إن العملاء الدايمين معاك يروحوا له. ده مش عشان هم وحشين، ده علشان هم بيدوروا دايما على الأحسن. أي شخص بيدور على الأفضل وبيدور على الجديد. هنا نقول إزاي حضرتك كطبيب تقدر تسوق لنفسك بشكل كويس. هل الموضوع صعب؟ طب هل الموضوع بيحتاج وقت؟ طب هل الموضوع محتاج معدات تصوير غالية؟ وهل لازم أعمل إعلانات ممولة بمبالغ كبيرة؟ هو أنا لازم أتعاقد مع شركة تسويق أو شركة ديجيتال ماركتينج؟ خلونا نجاوب على الأسئلة دي واحدة واحدة. والأول أسأل حضرتك، أنت هدفك إيه؟ هل هدفك تعمل بيرسونال براندنج لنفسك؟ ولا هدفك تجيب عملاء جداد وتعلي المبيعات بتاعتك؟ لو حضرتك عايز تعمل بيرسونال براندنج فقط، الموضوع سهل وبسيط وممكن تقدر تقوم بيه لوحدك. هو هيتطلب شوية حاجات بسيطة، لو قدرت تعملها يبقى انت كده حققت البيرسونال براندنج بشكل مبدئي. كل الحكاية ساعتين كل اسبوع حضرتك هتكون فاضي فيهم، هتكون مجهز سكريبتات او مواضيع حضرتك بتتكلم عنهم، كل ريل في دقيقة. لو هتعمل
كل يوم ريل أو هتنزل كل يوم ريل، يبقى كده حضرتك محتاج 7 ريل. هتكون مجهزهم، هتكون مجهز لوكيشن محترم، مش لازم يكون فيه معدات تصوير غالية أو كاميرا هاي كواليتي، ممكن يكون بموبايل حضرتك، إضاءة مناسبة، بمايك مناسب، سعره مناسب. حضرتك تقدر تعمل الريلز دي وتمنتجها حتى على الموبايل، في برامج كتير بتقدر تعمل الكلام ده. لو حضرتك تخصصك في الأسنان أو التخصصات التجميلية زي الجلدية وجراحات التجميل والتغذية والسمنة، لازم تهتم جدا جدا بصور حالات قبل وبعد، لأن ده بيدي انطباع كبير جدا وكويس جدا عند العملاء إن نتائج الشغل بتاعك ممتازة. فلو مثلا دكتور أسنان قبل وبعد وفي اختلاف كبير جدا في الأسنان، ده بيدي انطباع ممتاز عند العميل إن الطبيب ده شاطر. ولو دكتور تغذية في عميل معاه نزل في وزنه بشكل كبير جدا، ده برضه بيخلي انطباع الناس عنه ان هو طبيب شاطر. اما بقى لو حضرتك هدفك زيادة مبيعات او ان انت تجيب عملاء جداد للعيادة او المركز بتاعك، هنا هسألك سؤالين. اول سؤال، ايه هدفك من الزيادة؟ انت عايز تزيد بنسبة قد ايه؟ انت مثلا دلوقتي الريت بتاعك 10 عملاء في اليوم، هل انت عايز توصل ل 20 ولا ل 30 ولا ل 50 ولا ل 100؟ تاني سؤال، ايه البادجت اللي حضرتك حاططها للتسويق؟ لان على اساس اجابة السؤالين دول انا هقول لحضرتك محتاج شركة تسويق ولا شركة ديجيتال ماركتنج. ايه ده، هو في فرق ما بينهم؟ طبعا، وهنعرف مع بعض دلوقتي ايه الفرق ما بينهم وازاي نختار. شركة التسويق بتعتمد على ان هي تكبر البراند بتاعك، بتكون ماسكاك من الالف للياء في كل افرع التسويق، بتشتغل سوشيال ميديا، بتشتغل كونتنت كرييشن، بتشتغل تصوير، بتشتغل كتابة محتوى طبي في التخصص بتاعك، وبيكون مدروس ومتراجع بشكل كويس جدا، لان غالبا يكون الكونتنت كرييتور في الشركة دي بيكون ليه علاقة بالمجال الطبي، سواء بقى دكتور أسنان سواء دكتور صيدلي، ولكن هو في الأول وفي الآخر بيقدر يكتب محتوى طبي يناسب تخصصك. وغالبا بتكون الشركة دي هي متخصصة في التسويق الطبي، بيكون ليها خبرة كبيرة في التسويق الطبي، فبيعرفوا ازاي يسوقوا ليك. ده أول شق أو شق التسويق الإلكتروني أو السوشيال ميديا. تاني شق اللي هو التسويق الأوفلاين أو التسويق الميداني، بيعتمدوا عليه بشكل أكبر كمان، بيعتمد إن هم يعملوا لك تعاقدات طبية مع شركات التأمين الطبي أو مع مراكز طبية أخرى. فمثال، لو حضرتك أو حضرتك دكتور تجميل أو مركز جلدية، بيعملوا لك تعاقد مثلا مع مركز تغذية، فالتخصصين إلى حد ما بيكون ليهم علاقة ببعض. اللي بيكون مهتم بالتخصص ده بيكون مهتم بالتخصص ده. السيدة أو البنوتة اللي هتهتم إن هي تعمل تجميل لبشرتها هتهتم إن هي تحافظ على رشاقتها وجسمها، فبالتالي التعاقد ده بيكون مفيد جدا للطرفين. فحضرتك لو دكتور جلدية وتم التعاقد مع مركز آخر زي مركز التغذية والنحافة، كل العملاء بتوعه هيعرفوك، وده بيكون عائد كبير جدا جدا ليك. حاجة تانية، الإيفنتات الطبية مع شركات الأدوية أو مع شركات المنتجات، فده برضه بيكون عائد ليك بشكل كبير. فهم بيكونوا معتمدين على إن هم يزودوا مبيعاتك، إن هم يخلوا عملاء أكتر يعرفوك ويجولك. أما شركة الديجيتال ماركتينج، هو بيكون همها الأول والوحيد انتشارك على السوشيال ميديا، إن هم يعملوا لك بيرسونال براندنج كويس على السوشيال ميديا. فالمبيعات وزيادة العملاء مش بيكون همهم الكبير، هم همهم الزيادة بتاعة اللايكات والفيوز والانجيجمنت أكتر على السوشيال ميديا. طبعا ده مهم وبيأثر جدا جدا ولا نغفل عنه، ولكن شركة التسويق بيكون شغلها أعم وأشمل، بالتالي الفيز بتاعتهم بتبقى أكتر من شركة الديجيتال ماركتينج، وشغلهم بيكون أعمق من شغل الديجيتال ماركتينج، وشغلهم بياخد وقت اكتر من شغل الديجيتال ماركتنج. فلو حضرتك طبيب، لازم زي ما بتهتم بديكور العياده وان العياده يكون شكلها كويس، لازم تهتم بالتسويق بتاعها. لازم تخلي بالك ان وقتك كطبيب لازم يتوزع ما بين شغلك او كشوفات المرضى وما بين ان انت تسوق لنفسك، لان اي عمل او اي وظيفه بيكون فيها الجانب الفني والجانب الاداري والبزنس.
فالجانب الفني حضرتك كطبيب لازم زي ما بتهتم إن علمك وخبرتك الطبية تزيد وتكبر مع الوقت، لازم برضو الجانب الإداري إن حضرتك تهتم بالتسويق وبالفنيات بتاعة التسويق، علشان ده اللي هيزودك. ولو حضرتك طبعا دي حاجة غالبا مش هتكون متاح وقت ليها، فالأفضل إن حضرتك تكون متعاقد مع شركة تسويق متخصصة في المجال الطبي، علشان هي اللي هتكون مسؤولة إن هي تزود شغل حضرتك. علمك وخبرتك كطبيب لازم تظهرهم للناس، ولازم تفيدهم بيه، لأن ده يعتبر زكاة العلم ليك.